لو انت داخل تالتة اعدادي وعاوز تأسس نفسك كويس فالفيديو ده ليك. اول مادة وهي العربي، والعربي من اهم المواد اللي موجودة في تالتة اعدادي لان عليها 80 درجة خلال السنة. يعني العربي ودرجاته هيشكلوا جزء كبير جدا من مجموعك اخر السنة. مشكلة معظم الطلبة في العربي هي النحو، وفي تالتة اعدادي بيبقى لامم معظم دروس النحو اللي انت اخدتها في ابتدائي واولى وتانية اعدادي. وزي ما احنا عارفين ان النحو تراكمي، فانت زي الشاطر كده لو مستواك وحش في النحو تبدأ من الوقت انك تحضر كشكولك الجميل وتبدأ دروس التأسيس اللي هقولك عليها الوقت. اول كورس هو كورس مستر عمر ياقوت. مستر عمر ياقوت عامل كورس لتأسيس النحو على هيئة أجزاء. أي سلسلة ممكن تتأسس بيها في النحو هي سلسلة بتاع عربي، عبارة عن 35 حلقة تقدر تتأسس بيهم في النحو من الصفر. سمعت السلسلتين اللي أنا رشحتهم هيساعدوك جدا إن أنت تتأسس في النحو ومستواك كمان يعلى قبل دخول السنة. أما عن باقي فروع العربي اللي هي النصوص والقراءة والتعبير فدول بالحفظ والممارسة، يعني تحفظ الدرس وتحل كتير قوي عليه. والتعبير محتاج تنمي مهاراتك الكتابية وتحفظ أحاديث وأبيات شعر تناسب معظم المواضيع، وتبدأ تكتب وتتمرن على أي موضوع يخطر في بالك، وبإذن الله مستواك هيتحسن في العربي. تاني لغة معاك هي الإنجليزي. هنحتاج في الإنجليزي حفظ كلمات كتير، يعني لو ما عندكش اي حصيله لغويه من الوقت تبدا تحفظ كلمات وتتفرج على فيديوهات من اليوتيوب، وهتلاقي اي حاجه انت عاوز تتاسس فيها على اليوتيوب سواء جرامر او كلمات او باراجراف. اول ما المناهج بتاعتك تبدا تتشرح وان انت تبدا تنزل دروس، اول حاجه تعملها هو انك تذاكر كلمات الدرس كويس جدا وتبدا تركز مع الكلمات الجديده انك تراجع عليها من فتره والتانيه. وكمان لازم يكون معاك كشكول مخصص للجرامر عشان تلخص فيه قواعد كل درس وتحفظهم كويس، وكمان يكون مرجع ليك ايام الامتحانات عشان تراجع منه وتحل كمان منه لو واقف عليك اي سؤال. وصدقني موضوع الكشكول ده يفرق معاك جدا في المذاكره وكمان المراجعه ايام الامتحانات. وتالت ماده معانا النهارده هي العلوم. مبدئيا كده العلوم في تالتة اعدادي في اجزاء بتعتمد على الحفظ كليا، واجزاء تانية محتاجه فهم وحفظ، واجزاء تالتة محتاجه انك تحفظها وبس. عندك مثلا الاجزاء اللي بتعتمد على الفهم والحفظ زي المسائل اللي بتعتمد على فهم القوانين وحفظها. دي اول حاجه هنعملها فيها انك لازم تفهم القانون كويس وبعدين تحفظه كويس جدا، وبعدين تبدا تحل عليه مسائل كتير. وخلال ما انت بتطبق على القانون وتحل عليه لازم يكون معاك كشكول تلخيص القوانين والمعادلات، ده طبعا عشان تلجأ له دايما لما يكون واقف معاك سؤال. تاني حاجه معانا الاجزاء اللي بتعتمد على المعادلات، ودي طبعا لازم تحفظ فيها المعادلات، مفيش اي مفر من كده. وليه اصلا لازم احفظ المعادلات؟ لان المعادلات اسئلتها بتبقى جايه مقالي، يعني ممكن يديك العناصر ويطلب منك نواتج التفاعل، او ممكن يديك ناتج التفاعل ويقول لك اكتب المعادله اللي بينتج عنها ناتج التفاعل ده. فانت لازم تبقى حافظ المعادلات ونواتجها كويس جدا. كمان لازم تحفظ تكافؤات العناصر لان تكافؤ العنصر بيفرق جدا في وزن المعادله. تكافؤات العناصر اساسا موجوده في كتاب الامتحان من اولى اعدادي. طبعا الاجزاء اللي بتتحفظ لازم تتحفظ لان اسئلتها بتيجي مقالي وكمان بيجي اسئله منها اختياري. وبس كده، ده كان الجزء الاول من ازاي تاسس نفسك لو انت داخل ثالثه اعدادي. اكتبوا لي في الكومنتات لو عاوزيني اعمل فيديوهات تانية هعملها عن ايه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك الجزء التاني. واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.